السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور أعظم نادي في الكون، جمهور النادي الأهلي العظيم. المدعو أسامة حسن لازم يترد عليه، ولازم ياخد فوق دماغه عشان يعرف هو بيتكلم على مين ومع مين. هسمعكم الفيديو اللي اتكلم فيه بيحرض فيه على لعيبة الأهلي في مباراة القمة القادمة، وهنقطعه مع بعض حتة حتة وهنقف ونرد عليه في مقطع مقطع. نسمع مع بعض البيه كان بيقول ايه. السبت مباراة بالنسبة لي أنا حياة وموت. أنا كبقى مشجع أو شغال في النادي أو لعيب سابق في النادي أو نائب رئيس قطاع البراعم، احسبها زي ما أنت تحسبها. أما بقى لعيبة نادي الزمالك بالنسبة لهم حياة أو موت وعافية وذوق. هتكسبوا وفوق يا عم أنت وهو، هتكسبوا الماتش ده. أي في بدايته أي كورة في أول الماتش لآخر الماتش، أي التحام ألاقي لعيبة النادي الأهلي على الأرض كده أكسب الماتش ده على شرف. اولا قبل ما نحلل كلامه، ده تحريض على الفتنة ولإشارة الجماهير. تاني حاجة، ده بني آدم مريض وبيتكلم بغل وفي شفار، ده مريض نفسي. تالت حاجة عايز أقول لك عليها، أنت اتخضيت. أيوه أنت اتخضيت من ماتش الأهلي وسموحة، اتخضيت من مستوى نجوم الأهلي، اتخضيت من عودة الكهرباء، اتخضيت فبقيتش عارف تسيطر على أعصابك ومش عارف أنت بتقول إيه. لعيبة أهلي قال لي وقعوهم في الأرض. ليه احنا بنلعب في الشارع؟ ما هو عشان أنت تربية زرايب فاكر إن اللعب في الشارع كده. ده احنا لو بنلعب في الشارع مش هنقول لبعض كسروا بعض. تربية الزرايب. ليه مفيش حكم في الملعب ولا ايه؟ كسروا ايه؟ تربية زرايب. انت تربية زرايب ومش عارف انت بتتكلم على مين. نسمع يا جماعة على الفيديو مع بعضينا اللي بقيته للآخر. الماتش ده الجماهير كلها مستنياكوا تكسبوا الماتش ده، وهم خايفين منكم، والله خايفين منكم. لو مش خايفين منكم نقف بقى عند خايفين منهم دي. طب انا مش هقول لك اخر 20 سنة زي ما كنا بنقول ان الاهلي قابلكم 52 مواجهة، كسب 30 تعادل 17 انت فزت 6. مش هقول لك كده. هكلمك في اخر 3 سنين انت خدت فيهم الدوري. انت واخد فيهم الدوري. كسبانك 5، كسبانك 2-1 بمحمد شريف، كسبانك 1-0. انت في الدوري ما عرفتش تكسبني في السنتين اللي خدت فيهم الدوري. ده بتقول احنا خايفين منك. دي اول نقطة. واخد منك سوبر في بداية الموسم، واخد منك نهائي افريقي. اخاف منك بأمارة ايه؟ اخاف منك بأمارة ايه؟ ده احنا كاهلاويه كنا بنتمنى انتوا تكسبوا ماتش الكاس مش بيراميدز عشان نقابلكم انتوا. ده متعتنا ان احنا نقابلكم انتوا. اديني اماره تخوفني منك. اديني اماره تخوفني منك. اخر 5 سنين فوز وحيد، وكان في بطوله الكاس، وكل المواجهات التانيه الاهلي غلبك فيها. اخاف منك بأمارة ايه؟ اخاف منك. ده بقى ايه؟ ده شغل الناس المعاتيه. انت راجل بتقول انت راجل رياضي، انت مش رياضي. انت لو رياضي يبقى فاهم انت بتتكلم بتقول ايه. انت مش عارف بتقول ايه. ده لو قاعد جنب واحد على القهوه مش هيقول الكلام ده. نسمع بقيه الفيديو. ما كانش في المدرجات يقول لك مستنيك يوم السبت، بيلعب على العامل النفسي عليك. انا لعيب كوره وعارف بقى، لو هو مش خايف ما كانش جاب سيرتك. ده مرعوب منك. شيكابالا فوق الناس شويه. ده علي معلول لما مش بيعمل على روحه. يا زيزو ده علي معلول بيقعد يأدي فراغ. امام عاشور ده انت معاك 3 و4 في ماتش الاهلي اللي فات وتحطها سهل جدا في الشناوي. علي معلول اللي بيقعد يأدي في وراك. معلول حط الزغلول. علي معلول فاضل له هدف ويتخطى رقم فلافيو في اكتر لاعب اجنبي جاب اهداف في الزمالك. علي معلول اشترك امام الزمالك في 11 مباراه. الاهلي فاز في 8 وتعادل في مباراه، ادي 9. والزمالك فاز في مباراتين ودول كانوا في الكاس وما شاركش فيهم علي معلول. علي معلول انت بتتكلم عليه ده جايب في الزمالك 3 أهداف، مهاجمينك مش عارفين يعملوها. علي معلول ده
اللي عامل الماتش الخمسة 5-3 معلول حط الزغلول، ولا انت نسيت؟ امام عاشور ايه وشيكاباليت ايه؟ شيكاباليت ايه وابو وش نحس عليكم ما بينزل بتتغلبوا ده؟ يا ابني والله انت ما انت عارف بتقول ايه. نكمل عبط. احنا اكتر منهم بكتير، بكتير قوي، واحسن منهم مليون مره، بس عايزين قلب ورجاله في الملعب. الماتش هياخد فرصه ليكوا، ما تقولش بنضغط اللعيبه، ما بنضغطش اللعيبه. اللي بيلعب في انديه القمه لازم طول حياته بيلعب مضغوط. اللي مش عاجبه الكلام دوت ما يلعبش، ما ينزلش. الماتش ده في بدايته لغايه نهايته كل كوره فيها التحام انا لعيب النادي الاهلي على الارض كده يكسب الماتش. انا ولا في انبي مين بقى كان بيلعب بقى؟ الحضري، وائل جمعه، حسام غالي، عماد متعب، خالد بيبو. واحنا في الملعب كنا رجاله وضيعنا دوري منهم. كل الالتحام دي احنا بناخده في فرقه انبي. احنا اي التحام على الارض او فوق لعيبه انبي رجاله ضيعنا منهم الدوري ساعتها، وكان بيتحايل علينا يبوسوا ايدينا. هم شغلهم بقى. الاهلي ما بيبصش ايد حد. انت بقى وانت لعيب في انبي وفي الزمالك، الاهلي كفاك على وشك كم مره؟ اقول لك الاهلي مشاك من النادي الاهلي ازاي لما كنت ناشئ؟ اقول لك واقعه الموبايلات اللي طلعت من هدومك. الاهلي بيربي، ولما لقى مفيش تربيه نافعه فيك قال لك بالسلامه. الاهلي ما بتذللش لحد، الاهلي بيكفي اي حد على وشه في الملعب، وكفاك انت على وشك كتير في الملعب وانت مع الزمالك. ده انت يا راجل ما تعادلتش ماتش وانت مع الزمالك قدام الاهلي. الاهلي اللي يتذلل لكم يا ابني؟ انت عبيط، انت بتتكلم كلام كده عبط ازاي؟ انا بقى دلوقتي يا عم واحد جمهور مش اعلامي وبرد عليك بطريقتك. انت راجل مختل عقليا وعبيط ومش عارف بتقول ايه. مش عايز اعاتها هي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اهلي ايه اللي كان بيتذلل لكم؟ ده ماتش ومشيت معاكم فيه. ده الاهلي كان واخدكم 90 دقيقه ورمشنا على الكراسي، وهي ماتش وعدى يعني صدفه. تاريخك انت ايه بقى بعد كده؟ ولا حاجه. حرامي موبايلات. نسمع بيت الفيديو. الملعب جوه المستطيل الاخضر ضعاف، وقال لك دي كسبناهم حظ. الدور الثاني على طول في الدوري الثاني، في الدور الاولاني في السكه برضه كسبنا 2-1، كانوا يبوسوا ايدينا برضه. هي موضوع رجاله، وهتكسبوا الماتش فوق. طيب الحلم بدأ من 5. طيب احنا بنبوس ايديكم صح كده؟ ماشي. احنا مستنيين بقى في الملعب نشوف ايه اللي هيحصل. وبعدين انت من قشر ديلك، من قشر الديل، انت بتتكلم على تاريخ قديم قوي. ما شفتش الطوفان اللي عمله جوزيه بعد كده فيكوا ولا ايه؟ اتنسى ها؟ اتنسى صح؟ طيب عموما انا سمعت ان مجلس اداره النادي الاهلي ومحامين تخص النادي الاهلي قدموا فيك بلاغ للنائب العام لاشاره الفتنه. وانا بطالب من هنا بتقديم بلاغ في هذا المعتوه للراي العام، للنائب العام. شوبير قبل كده انت غلطت فيه وقدم فيك بلاغ وخدت عقوبه وغرامه. يا ابني اهدى اهدى حبيبي. انت لو لعيب كوره بجد وفاهم كوره ما تتكلمش كده. كسر واضرب واعمل دي لما يكون انا عندي امكانيات ضعيفه. انا ما عنديش القدره ان اجاريك مهاريا في الملعب فاطلع اقول لعيبتي اضربوهم كسروهم. انتوا متربيين على كده، دي حاجه تخصكم. احنا مش كده، احنا بنلعب كوره. انت فاهم الموضوع بلطجه وعافيه، تعالى مع جمهور الاهلي بلطجه وعافيه. احترم نفسك شويه، خليك محترم. الاهلي سيدك وسيد انديه مصر، وعلي معلول احسن ما انجبت الملاعب المصريه والمحترفين. تاريخه بيقول كده، مبارياته مع الاهلي بتقول كده. احترم نفسك المره الاخيره. طيب بجانب بقى الهيصه اللي هم عاملينها، خالد بن غندور طلع بيقول ان ماتش سموحه متفوت ومش متفوت. انا هرد عليك بحاجه واحده بس. نادي الاهلي مش النادي اللي لما بيدي نادي لعيب اعاره بيقول له والنبي ما تلعبوش قدامي. ده التفويت. نادي الاهلي من 5 ايام اسبوع مديهم حسام حسن ولعب قدام النادي الاهلي.
احنا مش النادي اللي لما ندي حد لعيب اعاره نقول له ده شرط في العقد ما يلعبش قدامي، اخلال تام بمبدا تكافؤ الفرص. طب بتقولوا ليه؟ عشان انتوا خدتوا على التفويت والاحتواء. انت لو نادي قوي بقى وفي الملعب زي ما بيتكلم القفه اللي كان بيتكلم قبل كده، يلعب اللي يلعب انزل اكسب، لكن انت بتحط شرط في العقد عدم لعب المعارين قصادك. فيا عم خالد انت كمان ولا يا عم فوزدو اهدى على نفسك شويه وبلاش تغلط نفسك. والله انتوا عارفين انتوا كدابين، انتوا عارفين ان انتوا بتكذبوا، انتوا متاكدين ان انتوا كدابين. الاعلاميين مش هيعرفوا يردوا عليكم، جمهور الاهلي بقى هيعرف يرد عليكم. انا ما عنديش حسابات، انا راجل عندي قناه على الله على اليوتيوب، انا بقى اللي هطلع ارد عليكم، انا وغيري من ملايين اهلاويه ارد عليكم عشان نعرفكم حجمكم، انتوا اجزام فعلا. في خبر كان نزل على السوشيال ميديا من شويه من خلال جريده المصري اليوم، انا مش متاكد منه بس بيقولوا ان الحكم مباراه القمه حكم تشيكي والاثنين مساعدين من بولندا. مش عارف انا ايه الكوكتيل دوت، الكوكتيل ده جاي ايه قصته يعني؟ ليه ما يجيش حكم طاقم تحكيم كامل؟ طقم التحكيم اللي يجي لنا حكم طقم كامل من بلد واحده، ليه كوكتيل ده؟ في ايه بيتطبخ؟ عايزين نفهم الامور ماشيه ازاي. في حله بتتسبك على النار ولا ايه؟ واحد طالع يحرر يضرب ويكسر وجايب لنا كوكتيل حكام، ايه الموضوع؟ عموما النادي الاهلي رجاله وبمنحدر، وظهورهم الاخير امام سموحه عمل حاله هلع وخضهم، وعلى راي الليمبي عليا الطلاق انت اتخضيت يا حاج كامل، اتخضوا، وان شاء الله نكمل لهم الخض وماتش القمه، واشوفكم على خير وتصبحوا على خير.